أهلا بيكم. هل عمركم حسيتم إن ال24 ساعة في اليوم مش كفاية؟ بتلاقي نفسك بتأجل حاجات مهمة لغاية آخر لحظة. طيب إزاي ممكن تتحكم في وقتك وتستغله صح في الحاجات اللي ممكن تفرق معاك؟ النهاردة في ملخص كتاب اتحكم في وقتك لتيبو موريس هنكتشف استراتيجيات عملية عشان تمسك زمام وقتك وتركز على الحاجات اللي بتهمك. خليكم معانا لآخر الحلقة عشان تعرفوا إزاي كل لحظة ممكن تفرق في تحقيق أهدافك. انتوا في بودكاست تي توكس ويلا بينا نبدأ. وقتنا محدود، وأحيانا 24 ساعة في اليوم بتحس إن هي مش كفاية. بس إزاي تقضي وقتك؟ هل أنت من النوع اللي بيخصص وقته للأشياء المهمة ولا بتأجل وتضيع وقتك في حاجات ملهاش لازمة؟ طبعا إنك تعمل حاجات ممتعة ده حلو، بس ممكن يتحول لعادة صعب إن هي تتكسر. مثلا لو بدأت تتفرج على مسلسل جديد ممكن تلاقي نفسك بتتفرج على حلقات كتير وتقول لنفسك دي آخر حلقة النهاردة. مشاهدة التلفزيون أو المحتوى الأونلاين مش وحشة في حد ذاتها، لكن قضاء ساعات طويلة عليها ده ممكن يأثر بالسلب على حياتك. كده أنت بتضيع وقت وبتأجل أشياء مهمة. تخيل لو قضيت الساعات دي في القراءة مثلا، أدائك في الشغل أو الدراسة هيتحسن وهتلاقي فرص أكتر للنجاح. وده بالظبط اللي كتاب تحكم في وقتك عايز يعلمهولك. في الملخص ده هتتعلم إزاي تستغل وقتك بفعالية. هنكتشف أفكار عن الإنتاجية وعادة التأجيل أو التسويف. هنعرف نصايح إزاي تستغل وقتك أحسن في الأشياء المهمة. لو عايز تغير حياتك وتبقى أكتر إنتاجية، استغل الفرصة دي عشان تبقى سيد وقتك. هو إيه معنى الإنتاجية؟ الإنتاجية مش بس إنك تعمل شغل كتير، الإنتاجية هي كمان إنك تحافظ على علاقات كويسة مع أصحابك وعيلتك، وفي نفس الوقت تعمل شغل مهم ومفيد. إنك تبقى سيد وقتك يعني تستغله صح في هواياتك وشغلك وعلاقاتك الاجتماعية، وده بيعتمد على مدى التزامك بالأنشطة دي. الإنتاجية هي إزاي أنت بتدير المهام بتاعتك والطاقة بتاعتك اللي بتحطها فيها. طاقة جسمك بتتغير طول اليوم، عشان كده مهم تعرف إمتى طاقتك في أعلى مستوياتها. أنت مثلا ممكن تكون طاقتك أعلى الصبح عن بالليل، فإنك تخصص ساعة الصبح للمهام الأساسية ده ممكن يزود إنتاجيتك جدا. لازم تركز على إنجاز المهام بفاعلية من غير ما تتشتت. لما بتعرف أولوياتك ده بيساعدك تحدد إيه المهام اللي تركز عليها، وده بيمنعك من تضييع الوقت في حاجات تافهة. في كم مرحلة كده في دورة الطاقة. المرحلة الأولى إنك تحافظ على الطاقة، ودي بتيجي من نوم كويس وأكل صحي ورياضة منتظمة. والمرحلة التانية إنك تحدد إزاي هتستخدم طاقتك لما تكون كاملة. والمرحلة التالتة إنك توجه طاقتك للمهام الأهم. والرابعة إنك تنغمس كليا في المهمة اللي في إيدك وتشيل أي تشتت، وبعدها خد فترات راحة منتظمة عشان تشحن طاقتك وتبدأ الدورة من أول وجديد. كمان الإنتاجية ليها مستويات هتساعدك إنك تستغل وقتك صح. المستوى الأول إنك تشيل أي تشتت عشان تركز أحسن، والمستوى التاني إنك تزود طاقتك عشان تعمل المهام بتاعتك بحماس كامل. أما المستوى التالت إنك تحدد أهداف ورؤى واضحة عشان تعرف إيه المهام اللي محتاجة تركيز. المستوى الرابع إنك تخطط ليومك بإنك تعمل قائمة مهام وتحدد إطار زمني ليها. المستوى الخامس حافظ على حياة اجتماعية نشيطة عن طريق التفاعل مع أهلك وصحابك وغيرهم. المستوى الرابع بتاع التخطيط ده كمان بيأكد على أهمية تخطيط نظام للإنتاجية.
النظام ده مش لازم يكون معقد. خد عندك شوية نصايح عشان تعمل وتستخدم نظام للإنتاجية على المدى الطويل. انسى أدوات الإنتاجية المعقدة، استخدم ورقة وقلم عاديين جدا علشان تخطط وتعمل نظامك. كمان فكر في مستويات الإنتاجية بتاعتك، اعمل نظام بسيط وابتدي نفذه. ما تقلقش، كل ما بتتقدم لمستويات إنتاجية أعلى ممكن تعدل نظامك وتحسنه. التسويف عادة بتضعف أي حد، عشان كده مهم قوي نفهم احنا ليه بنأجل وازاي الدافع بيخلينا نشتغل. خد عندك بعض النقط أو الأسباب اللي ممكن تخليك تأجل. الغموض. الغموض هي الحاجات اللي مش واضحة، زي أهمية المهمة اللي المفروض إنك تنجزها، وإيه اللي محتاج تعمله بالظبط، وإزاي هتخلصها. علشان تغير الموضوع ده اسأل نفسك لو أنت بجد مؤمن بأهمية المهمة دي. حدد الأسباب اللي تخليك تعملها، ولو ما خلصتهاش هيبقى إيه العواقب، وبعدين فكر إزاي هتحس لما تخلصها، وابدأ بافتراض إن المهمة دي سهلة. لو لسه مش متأكد اسأل المشرفين بتوعك أو دور أونلاين. الحاجة التانية ممكن تكون عدم فهم الدافع، وجود حواجز نفسية. الدافع ما بيجيش من إحساس بالنشاط، بيجي بعد ما تبدأ تاخد إجراء معين. الحواجز النفسية بتأثر على انضباطك. مثلا انت ممكن تفكر ان المهمة صعبة، لو حسيت بده ابدأ اكتب المهام بتاعتك وقسمها لأجزاء أصغر عشان تقدر تبدأ فيها. الحاجة التالتة مثلا ممكن يكون الخوف من الأداء السيء. طبيعي تحس بالخوف ده، بس ما تخليش الخوف ده يوقفك. اعترف بالخوف وكمل المهمة. افتكر ان اي حاجة ممكن دايما تتعمل احسن، عشان كده مفيش داعي للخوف من الفشل او الاخطاء. ورابع حاجة هي الضغط العقلي للمهام، وده اللي بيخليك تحس ان المهام كتيرة جدا. عشان تتغلب على الاحساس ده اكتب كل المهام اللي محتاج تخلصها، صنفها من السهل للصعب، خصص وقت لكل مهمة، وحاول تخلص أكبر عدد ممكن منها. دلوقتي بعد ما فهمت التسويف والإنتاجية تقدر تطور استراتيجيات علشان تحسن تركيزك، إدارة وقتك ومستويات طاقتك. كل ده هيجي بعد ما توقف التسويف. اتأكد إن إطار عملك بيتناسب مع الواقع بتاعك عشان تقدر تحققه بفعالية. غير نظرتك للوقت. احنا دايما عايشين في الحاضر، بس بنستخدم الماضي والمستقبل كنماذج ذهنية بتوجه استخدامنا للوقت. لما النماذج دي بتستخدم بشكل غلط بتأثر سلبا على إنتاجيتنا. ممكن تفتكر لحظة حسيت فيها إنك وحش أو أشفقت على نفسك. بدل ما تتعلم من الدروس دي بتسمح للماضي إنه يأيدك في الحاضر. تذكر الماضي مش غلط، بس ما تستخدموش عشان تتوقع مستقبلك. استخدم الدروس من الماضي عشان تقوي نفسك وتحسن الواقع بتاعك. تقدر تعمل كده بإنك تفكر في إنجازاتك وتفصل بين ذاتك في الماضي والحاضر، وتسامح نفسك والآخرين، وتسيب الأحداث المؤلمة تروح بإنك تشيل الذكريات القديمة من عقلك، وتقدر تبدأ تخطط للمستقبل. تخيل إيه اللي عايز تبقى عليه في المستقبل وخطط لأفعالك عشان تحقق ده. اعمل لنفسك طريق واضح بإنك تحدد وتتخلص من المشتتات. اتوقع المشاكل المحتملة وخلي عندك حلول بديلة وجاهزة. بمجرد ما خطتك تخلص ابدأ في التنفيذ على طول.
تقدر تعمل كده بإنك تتخيل أهدافك وتحس بالحماس ناحيتها، وده هيحفزك تخلص المهام الضرورية. افتكر لما بتخطط للمستقبل بطل تقلق من السلبية، وبدل ما تعمل كده اتخيل أهدافك المستقبلية بتتحقق بالظبط زي ما انت عايز. بعد ما بطلت تستخدم الماضي غلط تقدر تركز على الحاضر، لأن هنا بيحصل السحر. خليك واضح في اللي عايزه وعايز تنجزه النهاردة. ما تخليش اليوم يعدي من غير ما تعمل حاجة مهمة. اعتبر اليوم ده حياتك الصغيرة اللي بتبني حياتك الكبيرة. لو قضيت اليوم ده في مهام تافهة حياتك الصغيرة هتكون ملهاش معنى. هل ده هيساعدك تحقق أهدافك الأكبر؟ الإجابة أكيد لأ. عشان كده قوي نيتك بإنك تعمل أنشطة فيها تحدي بتضيف قيمة وتبقى في الذاكرة. تحسن صحتك لما تعمل كده، هتحس بالفخر لما تبص للوقت ده. طب إزاي تتأكد إنك بتستثمر وقتك صح؟ بإنك توجه طاقتك الحالية لحاجة منتجة. مثلا اتعلم مهارات هتكون مفيدة في المستقبل، أو حافظ على صحتك العقلية والجسدية. بكده هتقضي وقتك في أنشطة ليها معنى بدل ما تتفرج على نتفليكس أو تلعب فيديو جيمز. افتكر الطاقة اللي بتضيع في المهام التافهة مش بترجع تاني. محتاج تستغل وقتك بحكمة، زي مثلا بدل ما تتفرج على نتفليكس 4 ساعات اتفرج ساعة واحدة، ودي ال3 ساعات الباقيين في حاجة مهمة. ممكن كمان تغير نشاطك زي قراءة كتب بدل مشاهدة حاجة، عشان تساهم بشكل فعال في مستقبلك وحياتك. وغير إنك تستغل وقتك بحكمة، افتكر إن التفكير على المدى الطويل بيساعدك تقدر النجاح أحسن. لو عندك هدف واضح تقدر تركز على الحاضر وتاخد قرارات أحسن. مفتاح تاني للنجاح هو الثبات. اللي بتعمله يوميا بيفرق كتير. مثلا لو بتتعلم لغة أجنبية وبتشتغل على تحسين مهاراتك كل يوم، هتتفاجئ بالتقدم اللي هتحققه مع الوقت، وهتدرك إنك اتعلمت أكتر بكتير من الأول. التفكير على المدى الطويل والثبات مش هيكونوا سهلين، بس على الأقل هتحاول تعمل حاجة كل يوم. افتكر الخطوات الصغيرة اليومية هتساعدك توصل لأهدافك. الإلحاح طريقة تانية عشان تدفع نفسك للإنتاجية. لو ما استخدمتش الطريقة دي هتفضل تأجل وتأخر تقدمك وأهدافك ومستقبلك. عشان كده الأحسن إنك تبطل تدي لنفسك وقت كتير للراحة. ممكن تستخدم فترة 90 يوم عشان تدفع نفسك لقدام وتحقق تقدم كويس. 90 يوم أو 3 شهور كافيين لتحقيق هدف. بدل ما تأجل يومك الأول، ادفع نفسك إنك تبدأ دلوقتي وتخلص شغل 4 أيام في يوم واحد بس. طريقة تانية هي إنك تحط مواعيد نهائية كتير. قسم أهدافك لأهداف أصغر وخلصها يوميا. مثلا لو بتكتب كتاب، قسم النشاط ده لمهام زي إنجاز الخطوط العريضة، عمل المسودة الأولى، تعديل المخطوطة. كده هتقدر تتابع تقدمك وتفضل متحمس بالنجاحات الصغيرة. إزاي تخلي وقتك ليه معنى؟ إزاي تقدر تستغل وقتك بشكل هادف؟ أول حاجة، تخلص من عقلية الوقت المحدود. يعني بطل تفتكر إن دايما ما عنديش وقت. لو فضلت تقول كده ده ممكن يكون مؤشر إنك مش عايز تتحمل مسؤولية حياتك، أو ناقصك دافع عشان تبدأ حياة جديدة. لو فضلت على العقلية دي مفيش حاجة هتتغير، لأنك مش مستعد تعمل أي تغيير. ممكن كمان تستنى الدافع قبل ما تعمل أي حاجة. لما بتفكر إنك مش لاقي وقت تركز على هدف، ده معناه إنك كسلان مش أكتر. دي طريقة تانية تقول بيها إن المهمة مش مهمة كفاية عشان يكون عندك وقت ليها. بدل ما تقول ما عنديش وقت،
استخدم عبارات أقوى زي عندي شغل كتير دلوقتي، ممكن ما يكونش عندي وقت للمهمة دي في الوقت الحالي، بس أول ما أخلص الشغل اللي عليا هخصص ليها وقت. تاني حاجة، كون واعي بذاتك وافهم إزاي بتقضي وقتك. انتبه قد إيه بتقضي وقت في أنشطة غير منتجة، زي إنك تتصفح السوشيال ميديا أو ترتيب ملفاتك. لما تعمل كده هتستعيد سيطرتك على نفسك، وهتبدأ تتحمل مسؤولية شخصية، هتستخدم وقتك بفعالية أكتر وتنجز المهام بإنتاجية. تالت حاجة، كن منتجا، يعني اتأكد إن المهام اللي بتعملها يوميا متوافقة مع أهدافك على المدى الطويل. ممكن تسأل نفسك، لو كملت في المهمة دي النهاردة هل مسيرتي المهنية هتنجح بعد 5 أو 10 سنين من دلوقتي؟ لو إجابتك لأ، اعمل بعض التعديلات. محتاج تحدد أولوياتك، وبعدين تلاقي نقاط قوتك وقدراتك عشان تخلص المهام دي. لما تنفذ ال3 نقط دول عشان إزاي تقدر تستغل وقتك بشكل هادف، اطلق العنان لشغفك بإنك تفكر في الأنشطة اللي بتستمتع بيها عشان تخلق رؤية واضحة للمهام اللي المفروض تعملها يوميا. تقدر كمان تتبع النصايح دي. أول حاجة، إن المهمة لازم تكون مثيرة ليك عشان ما تزهقش وانت بتعملها. وتاني حاجة، إن نشاطك المستهدف لازم يكون واضح عشان تعرف تركز فين وما تركزش فين. والتالتة، إن لازم يكون متوافق مع قيمك الأساسية وفلسفة حياتك. الرابعة، شغلك لازم يحسسك إنك عايش، لأنك بتعمله بقيمك ومهاراتك. وخامس حاجة، اكتشف المهام اللي بتخليك تتحدى نفسك وتخرج من منطقة راحتك وتجرب حاجة جديدة. لما تعمل الحاجات دي هتتعلم أكتر عن نفسك، وهتجيب تغييرات في كل جوانب حياتك. استغلالك لوقتك بفعالية بيضاعف وقتك. عشان تضاعف وقتك، خد في اعتبارك النصايح دي. اطلب المساعدة، بدل ما تعمل كل حاجة بنفسك وتضيع وقت، اطلب مساعدة. مثلا لو محتاج كتاب بلغة أجنبية، بدل ما تضيع وقت تدور على مترجمين، اسأل اللي عندهم نسخة. وتاني حاجة، فكر بذكاء. اختصر منحنى التعلم بإنك تتفرج على فيديوهات تعليمية أو تستعين بمدرب. كده انت بتقدر تتعلم الحاجات بسرعة وتوفر وقت كتير. تالت حاجة، اتبنى عقلية الإتقان. تقدر تتبنى عقلية الإتقان دي بإنك تتقن التكرار وتتقن الأساسيات وتكون دايما مستعد للتعلم. إيه هو إتقان التكرار؟ يعني تتدرب على حاجة يوميا لغاية ما تبقى تلقائية. وإتقان الأساسيات يعني إنك تتعلم الخطوات قبل ما تعمل المهمة. مثلا اتعلم إزاي تعمل تمارين الأوزان صح عشان تتجنب الإصابات، أو اتعلم نصايح مذاكرة فعالة عشان تحتفظ بالمعلومات بشكل أحسن. افتكر، لو مش فاكر الأساسيات ونسيت حاجة مش هيكون عندك دليل ترجع له. كمان الاستعداد للتعلم ممكن يكون مفيد جدا في تحقيق النتائج. لو فضلت تتعلم باستمرار بتدي لنفسك فرصة عشان تكبر وتتقدم. ركز على الأهم، رتب أولوياتك للمهام اللي ليها أكبر تأثير على حياتك. حدد إذا كانت المهمة ضرورية بإنك تفكر في إلحاحها وأهميتها. لاقي أحسن طريقة تخلصها بيها. اجمع المهام المتشابهة مع بعضها واستخدم قائمة مهام عشان تخلي شغلك منهجي. كمان حسن مهاراتك. انت تقدر تضاعف وقتك بإنك تحسن مهاراتك الموجودة أو تتعلم مهارات جديدة. حدد مهاراتك واختار المهام اللي ممكن تعززها. مثلا لو محتاج تشتغل على جوجل شيتس في المكتب، خد كورس صغير أو اتفرج على فيديوهات يوتيوب
عشان تتعلم إزاي تستخدمها بفعالية. نقطة تانية، ادخر واستثمر بحكمة. بمجرد ما تعرف إزاي تستغل وقتك بفعالية، ابدأ تخزنه بإنك تدخر فلوس. الفلوس ممكن توفر فرص متنوعة في المستقبل، تقدر تستثمرها في عمل أو مسيرتك المهنية. مع الوقت الفلوس بتضاعف اختياراتك. خليك مستهلك ذكي بإنك تدير مصاريفك حسب الراتب بتاعك. مثلا لو عايز تشتري موبايل ب$900 بس بتكسب $15 في الساعة، فكر في قد إيه وقت ومجهود محتاج عشان تكسب المبلغ ده. بعدين اسأل نفسك، لو إنفاق المبلغ ده كله على موبايل يستاهل ولا موديل أرخص ممكن يكفي؟ استخدم الفلوس لتوفير الوقت بإنك تحافظ على قيمة وقتك. ممكن تستخدم الفلوس لتوفير الوقت، وده ممكن يتضمن إنك تتعلم مهارات جديدة أو شغل إضافي جنب شغلك الأساسي. كل ما بتقضي وقت أكتر في حاجات قيمة، كل ما هتكسب فلوس أكتر. باتباع النصايح دي هتقدر تستغل وقتك بفعالية وتضاعفه، وده هيؤدي لإنتاجية ونجاح أكبر. الحقيقة إنك مش بتقدر تتحكم في الوقت، لكن بتقدر تتحكم في تركيزك. الشغل اللي بتعمله والوقت اللي بتقضيه فيه قيم جدا. بما إن طاقتك ووقتك محدودين، زيادة تركيزك هي المورد الوحيد اللي تقدر تستخدمه عشان تخلص المهام دي. وافتكر وانت بتركز، اتجنب الحاجات دي، إنك تقفز بين التاسكس بتاعتك، تقفز بين المهام بتاعتك، ما تتنقلش من مهمة للتانية، ده بيكسر تركيزك وزخمك. ما تخليش أي حاجة تقطعك خلال ساعة تركيزك، لأن ساعات التركيز بيكون صعب جدا. الإشعارات اللي هتجيلك على الإيميل والموبايل مش لازم تبص عليها وانت في حالة التركيز، لأن كل ده هيشتتك وهيشتت انتباهك. كمان ما تركزش في أي حاجة تافهة أو غير مهمة وانت بقمة تركيزك، لأنها هتستنزف طاقتك. تركيزك على المهام المهمة بس هو اللي هيخليك أكثر إنتاجية. وعشان إنتاجيتك تزيد، النصايح اللي جاية دي ممكن تساعدك. أولا، حدد المهمة الصح وركز عليها لمدة 45 دقيقة على الأقل. وثانيا، اتدرب على التركيز العميق وحاول تتخلص من كل المشتتات. ثالثا، طبق مبدأ 80-20. طور تركيز حاد زي الليزر بإنك تستخدم مبدأ 80-20 اللي بيقول إنك تعمل 20% من الإجراءات عشان تاخد 80% من النتائج. مثلا لما تكتب كتاب جديد وتنزله، الترويج ليه عن طريق الإعلانات بيوصل لآلاف القراء. الترويج ده بيبقى أداة تسويق بتاخد 20% بس من وقتك، لكن بتاخد 80% من النتائج من القراء اللي بيشتروا كتابك. اسأل نفسك، لو مبدأ 20-80 بينطبق على شغلك ولا لأ؟ لو لأ، المرة الجاية ركز على المهام اللي بتوفر فوائد أكتر. بجانب مبدأ 20-80، فهم وتحقيق حالة التدفق ممكن يساعدك إنك تطور تركيزك. حالة التدفق هي لما مخك ينغمس تماما في مهمة معينة. لما بتنسى الوقت وانت شغال بتكون في حالة تدفق لأنك مستمتع بشغلك، وفي الحالة دي تركيزك العقلي يطرد بشكل طبيعي كل المشتتات والسلبية. دلوقتي بعد ما عرفت فوائد حالة التدفق، خلينا نتكلم عن الخطوات اللي هتساعد عقلك يدخل الحالة دي. أولا، اعمل روتين يومي واتبعه بدقة. ما تستناش الإلهام، ابدأ اشتغل واتبع روتينك في نفس الوقت والمكان كل يوم. استخدم محفز عشان تبدأ روتينك، زي التأمل قبل الشغل علشان تجهز عقلك للتركيز. ثانيا، تخلص من المشتتات. اقفل الإشعارات والنوتيفيكيشنز، البس سماعات واطلب من الناس اللي حواليك ما يزعجوكش. ده بيساعدك تحافظ على حالة التدفق دي وبيسمح لك تشتغل من غير مقاطعات. جنب الشغل بقى، شارك في أنشطة تعزز قدرتك على التركيز. ده ممكن إن هو يشمل متابعة هوايات بتحبها
أو قراءة كتب عشان تحسن التركيز. وممكن كمان تسمح لنفسك بالملل أو إنك تاخد فترات راحة منتظمة. بتطبيقك الاستراتيجيات دي هتقدر تطور تركيز استثنائي، وده هيخلي إنتاجيتك وفعاليتك في أداء المهام بتاعتك أكثر فاعلية. نقدر نقول إن الخلاصة من كتاب النهاردة إن وقتك هو حياتك ومستقبلك. اتعلمت إن الإنتاجية هي توجيه طاقتك للمهام الصح في الوقت الصح، وده بيتحقق بإنك تحدد المهام المهمة، تزود مستويات طاقتك، وتتخلص من المشتتات عشان تزود تركيزك. فهمت إن الوقت قيم جدا، ما تضيعش وقتك وطاقتك على الماضي أو المستقبل، ركز على الحاضر، طبق الدروس اللي اتعلمتها من الماضي والخطط اللي عملتها للمستقبل. اكتشفت إزاي تستخدم الوقت بفعالية، وده يشمل تحملك للمسؤولية الكاملة لحياتك، وإنك تقضي وقتك في أعمال مهمة، واستعدت السيطرة بإنك تتجنب الأفكار المقيدة ليك. اتعلمت إزاي تضاعف وقتك، اطلب المساعدة في المهام اللي بتحاول تعملها لوحدك عشان توفر وقت، اتقن الأساسيات عشان يكون عندك إرشادات واضحة. بالإضافة لكده استثمر وقتك في الأنشطة اللي ممكن تحسن مهارتك. فهمت إن التركيز حاسم لاستخدام الوقت بفعالية، وإنك تقدر تطبق مبدأ 80-20 وتدخل في حالة التدفق عشان تستغل وقتك أحسن ما يمكن. في الأساس فهم وقتك حيوي، بيديك الفرصة عشان تتحكم في حياتك. الزمن اللي فات مش بيرجع، استغل كل لحظة بحكمة، واسعى دايما عشان تكون منتج كل يوم. شكرا لاستماعكم لملخص كتاب تحكم في وقتك لتيبو موريس. بنتمنى الرؤية دي تلهمكم عشان تتحكموا في وقتكم وتزودوا إنتاجيتكم. افتكروا إن كل لحظة ثمينة، وإتقان وقتك هو مفتاح تحقيق أحلامك. لو لقيتوا الملخص ده مفيد، ياريت تعملوا لايك وشير، تشتركوا في قناتنا لمحتوى أكثر إفادة. قولوا لنا في الكومنتات إزاي ناويين تطبقوا الاستراتيجيات دي في حياتكم اليومية، وخليكوا دايما ماشيين لقدام.